السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين فينا بقى مش بيحب الزلابية أو البقلاوة أو لقمة القاضي أو العوامات، يعني زي ما بتسموها بقى. مين فينا اللي مش بيحبها؟ بس هي ليها تفاصيل صغيرة كده عشان تطلع معاكم قرمشة من بره وحلوة كده من جوه، وطعمها حلو جدا زي ما بنجيبها من بره وأحلى كمان. عايزة أقول لكم إن أنا جبت طبق صغير جدا، يمكن أصغر من الطبق ده، ودفعت فيه 30 جنيه، بس مش عارفة ليه. يعني مع ان هو اصلا يعني عملت قده 10 مرات وما تكلفنيش كله 50 جنيه يعني. تعالوا بقى المهم نبدأ في الوصفة بتاعتنا، بس في البداية نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله. اول حاجة جبت كده حاجة كده وحطيت فيها نص باكت من الخميرة الفورية، يعني بلاش نزود قوي، معلقة كده من الخميرة الفورية، عليها 3 معالق من السكر. بصوا انا كل كوبايه من الدقيق هنحط عليها معلقه من السكر. شوفوا بقى انتوا هتستخدموا كام كوبايه دقيق، وهنحط عليها شويه بس من الميه الدافيه. ما تبقاش سخنه قوي، لان الميه السخنه القوي بتبوظ الخميره معايا، وما تبقاش ساقعه برضو، يعني ممكن نحطها من الحنفيه عادي. وبعد كده هنحط عليها معلقتين كده من الدقيق. طبعا انا ممكن نحطها من الحنفيه لان الميه اصلا الجو حر. وبعد كده حطيت بقى معلقه من الدقيق كده ومعلقتين من الدقيق، وهنسيبها بقى نقلبها مع بعض كده ونسيب ده يتخمر شويه. مهمة جدا الخطوة دي. هنسيب بقى الكلام ده يتخمر شوية كده لحد ما يبدأ كده نتأكد ان الخميرة تفاعلت وان الخميرة شغالة كويس. بعد ما سبتها بقى مقلبتها كويس، بس دوبت الدقيق مع كل المكونات دي، دوبتها مع المية، وهسيبها بقى زي ما قلت لكم. اهم حاجة ان احنا نغطيها ونسيبها كده على رخامة شوية. وبعد فترة كده ما كملتش 10 دقايق بعد ما سبتها، لقيتها بدأت ان هي تتخمر معايا، لان الجو اصلا كان حر. شايفين بدأت تعمل فقاقيع كده، يبقى كده مظبوطة جدا النتيجة بتاعتها. بعد كده هننزل عليها ب3 كوبايات من الدقيق، زي ما قلت لكم لكل كوباية من الدقيق هنحط عليها معلقة من السكر، وكمان هنحط عليها معلقة من النشا. مقادير سهلة جدا وبسيطة. وبعد كده هنحط عليها معلقتين متوسطين كده، يعني مش هنزود قوي من الزيت لو تاخدوا بالكم، يعني حاجة صغيرة كده من الزيت، مش هنزود زيت كتير. دي المكونات بتاعة الزلابية، سهلة جدا. مش هنضيف اي حاجة تانية غير باكت من الفانيليا، لانها بتديها ريحة حلوة كده وطعم حلو. باكت من الفانيليا او معلقة من الفانيليا السايلة. هنقلب بقى كل الكلام ده كله مع بعض. جنبي بقى شوية من المية، كوباية كده من المية، وهبتدي ان انا انزل بالتدريج بقى على العجينة بتاعتي لحد ما ناخد القوام اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. اهم حاجة ما ننزلش بالمية مرة واحدة، علشان طبعا ناخد قوام يكون كويس. بصوا ابتديت ان انا انزل بالتدريج. على فكرة هي الزلابية مقاديرها في المية ما بتبقاش محددة. انتوا اول ما هتوصلوا للقوام اللي انتوا هتشوفوه ده، هي كده بقت مظبوطة جدا. لا لسه شوية، بصوا يعني كده تحسوا ان هي العجينة بتقطع معاكم شوية. فأهم بقى مرحلة ان احنا نربها كويس جدا. اهم حاجة لازم نرب العجينة دي، لازم نربها كويس قوي، بايدينا بقى، بمعلقة، باي حاجة. المهم ان احنا نعجنها كويس جدا، علشان ده طبعا بيدخل هوا جوه العجينة وبيخليها تطلع معاكم مظبوطة جدا. طبعا هي اصلا العجينة ساحت مني لانها خمرت، وكان الطبق مش مكفيها بصراحة لانها خمرت قوي. فطبعا العجين وقع كده، لو تاخدوا بالكم من الصينية من الحلة يعني. بدأت ان هي تنزل من الجوانب كده. المهم بقى ابتديت ان انا اجيب طبق كده فيه زيت ومعلقه صغيره، وهبتدي ان انا اعملها بالطريقه العاديه بتاعتنا جدا. في ناس بتحب تعملها بالاكياس الحلواني، بس انا بحس ان هي مش بتظبط معايا قوي، يعني مش بحس ان هم بيطلعوا متساويين زي ما اعملها بايدي. يعني في ناس بتستخدم الاكياس الحلواني وتستخدم المقص، بس بتبقى مش متساويه زي ما قلت لكم قد بعض زي ما بعملها بايدي كده. هبقى اعملها لكم مره ان شاء الله. وبعد كده بقى الزيت يكون سخن كده، ما يكونش بيغلي، ناخد بالنا عشان الزيت ما يبقاش سخن قوي واحنا بنحط الزلابيه. والزيت يكون كتير عشان تعوم بقى على الوش كده، وتاخد تسويه من جميع الجوانب، مش ما يبقاش زيت قليل. احنا كده كده الزيت ده بنستخدمه تاني، ممكن تستخدميه في قلي بطاطس وكل حاجه تاني، هو بيبقى نظيف يعني. فزودي شويه زيت كده، نص ازازه كده ولا حاجه، واستخدمي حله، ما تستخدميش حاجه مفتوحه زي صينيه او حاجه عشان ما تستخدميش زيت كتير. وبعد كده نبتدي ان احنا نقلبها. هتحسوا ان هي طلعت لفوق كده، عامت على الوش. اول ما تعوم على الوش كده ابتدي قلبيها، وقعدي قلبي فيها بقى لحد ما تاخد اللون اللي هو يعني خلاص. يعني هي بتبقى لونها ابيض، بتبقى لونها غمق سنه صغيره، ما بنستناش عليها ان هي تاخد لون غامق. ماشي. وببتدي ان انا اخرجها، لان طبعا احنا هنسويها على مرتين. دي اللي بتخلي الزلابيه تطلع معاكم مقرمشه. يفضل بقى ان احنا بنجيب بقى صينيه مصفى طبعا، ونبتدي ان احنا نحط الزلابيه فيها.
عايزه اقول لكم حاجه بقى، ان احنا بنرجع تاني نعمل برضو نفس الخطوات دي تاني. واهم حاجه المعلقه الصغيره اللي احنا بنستخدمها دي لازم نبلها زيت كل مره، علشان طبعا ولو فيها عجين بنبتدي ان احنا ننضفها من العجينه علشان ما تلزقش فيها وتطلع معاكم مظبوطه، وتطلع معاكم متساويه زي ما انتم شايفينها كده. عايزه اقول لكم بقى ان احنا دلوقتي ممكن بعد ما عملناها المره الاولى كده التسويه الاولى، بنسيبها بقى ونسيب التسويه التانية دي على الاكل على طول. يعني مثلا ايه، لو في حد مش موجود ومستنيه ولما يرجع بقى هتعملوا له تاني، فبلاش ان انتوا تحمروها كلها مره واحده، علشان طبعا لما بتتحمر كلها مره واحده وبتتساب بتحس ان هي بتجلد شويه خلاص، وبيبقى طعمها مش حلو. فلما بتبقى سخنه كده وطالعه فريش كده بتبقى حلوه طبعا. فاحنا بقى بنسيب بقى الزلابيه دي زي ما هي كده في اول مرحله، ومش بنحمرها بقى الا على الاكل. لما بنيجي ناكلها بقى بنحمرها التحميره التانية كده. شايفين بقى؟ سيبها تبرد بقى شويه كده وبعد كده نرجع تاني نحمرها التحميره التانية. برضو الزيت بيكون سخن وبتكون هي بردت معايا عشان تطلع معاكم مقرمشه جدا. عايزه اقول لكم مقرمشه وهي في قلب الحله، وانا بس بعملها كده بقلبها حاسه بالقرمشه بتاعتها. يعني هي لسه اصلا ما خدتش اللون التاني وحاسه ان هي قرمشت معايا. انها طبعا وصفة يعني ممتازة، وان شاء الله المقادير دي هتطلع لكم الزلابية حلوة جدا. شايفين هي بتتكلم عن نفسها بصراحة، هي مش محتاجة ان انا اقول ان هي حلوة وجميلة والكلام ده. شايفين بقى؟ بصوا الجمال. ابتديت ان انا احمرها بقى التحميرة التانية. بصوا الجمال بقى ما شاء الله. بصوا عايزة اوريكم بقى من جوه بصوا مقرمشة جدا من بره، بصوا من جوه هشة كده وجميلة جدا وطعمها حلو قوي، احلى من اللي بنجيبها من بره بكتير جدا. بس كده خلصت الوصفة سهلة جدا. هنبتدي بقى ان احنا نقدمها في اطباق. في ناس بقى بتحب تحط عليها سكر بودرة، في ناس بتحب تحط عليها تحطها في شربات، وفي ناس بتحب تحط شوكولاتة او صوص كراميل. اي حاجة بتحبوها اعملوها، اللي انتوا بتحبوه اعملوه. انا اكتفيت ان انا احط سكر بودرة، بحس ان الشربات بيبقى تقيل شوية. في ناس بتحب تحط شربات، فانتوا لو عايزين تعملوا شربات بتعملوا شربات تقيل، اللي هو عبارة عن كوبايتين من السكر عليهم كوباية من المية، ونبتدي ان احنا نسيبهم على النار عليهم نص ليمونة لحد ما يبتدوا ان هم يغلوا ويتقلوا كده معانا شوية. وبعد كده نطفي على النار ونسيبها تبرد ونحط فيها الزلابية وهي باردة والشربات بارد والزلابية سخنة، نحطها في الشربات تطلع معاكم برضو مقرمشة وجميلة. انا بقى حطيت سكر بودرة وصوص شوكولاتة، اكتفيت بالاتنين دول كانوا جمال جدا. بصوا بقى جمال الزلابية، هتعجبكم ان شاء الله جدا ومقرمشه قوي. وان شاء الله يعني مش هتبطلوا تعملوا الوصفه دي. جربوها بقى وقولوا لي رايكم فيها، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. وطبعا ما ننساش بقى ندعي لاخواتنا ربنا ينصرهم ويثبت اقدامهم ويداوي جرحهم، اللهم امين. وخلصت وصفه النهارده، واستنوني في وصفات تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.